السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في الفيديو اللي فات عرفنا البريمتيف داتا تايب أو أنواع الداتا تايبس الأساسية الموجودة في معظم لغات البرمجة، يعني هي موجودة في كل اللغات البريمتيف داتا تايب. عايزين نعرف في الفيديو ده حاجة بسيطة كده، وهي ليه بنستخدم داتا تايبس، أو ليه في البرمجة في حاجة اسمها داتا تايبس، أو ليه في حياتنا عموما أنواع البيانات. طيب إحنا عارفين إن جهاز الكمبيوتر ده يعني غبي ما بيفهمش أي حاجة، فأنا بحاول أخليه يفهم اللي أنا عايزه. بمعنى أنا دلوقتي بقول له إن ده رقم، بقول له إن ده رقم صحيح، ده رقم عشر، ده اسم، ده تشار، ده بولي. هو بيبدأ يفهم لما أنت تقول له إن ده رقم، بيبدأ يفهم إن الرقم ده ممكن يعمل عليه عمليات حسابية، ممكن يضرب رقمين في بعض. يعني لما يعرف إن ده متغير انتجر وده متغير انتجر، فأقدر أقول له ضربهم في بعض. لكن أنا لو قلت له إن ده تشار وده تشار، أو ده تشار وده بوليان، ودي تضربهم في بعض، هو مش عارف. أقول لك أنا ما أعرفش أضرب تشار في بوليان، لكن أقدر أعرف أضرب رقم في رقم. فإذا المتغيرات أو الداتا تايبس هي حاجة الكمبيوتر بيبدأ يفهم بيها أنواع البيانات اللي إحنا بنخزنها. إحنا بنخزن الرقم ورقم تاني عشان نعمل بيهم أي عملية حسابية. لكن لما أنا أخزن كلمة أو تشار أو بوليان أو ترو، أنا محتاج منها إيه؟ أعرف حاجة معينة، لكن أنا مش هعمل بيها عملية حسابية. فكيف بقى الكمبيوتر بيفرق بينهم بالداتا تايبس دي؟ لما أقول له الكمبيوتر أنت ده أنت، هيبدأ يتعامل معاه كأنه رقم، يفهم إن أنا عايز المتغير ده أو الداتا تايبس دي كل الفانكشناليتي أو الخصائص اللي هتتم على الداتا تايب اللي من نوع مثلا انتجر، هتبقى تخص الإرقاء. لأن كل داتا تايب ليها فانكشناليتي. يعني الانتجر مثلا ينفع تضربه في رقم، تجمعه وتعمل عليه أي عملية حسابية. لكن التشار مش مثلا مش هنعرف نضربه في رقم. هنضرب حرف برقم، هنستفاد ايه يعني؟ فعشان كده احنا لازم نستخدم الداتا تايب عشان اعرف الداتا تايب او نوع البيانات اللي انا هتعامل معاها دي ايه. وهل دي بس انواع البيانات اللي انا بستخدمها؟ لا، في داتا تايبس تانية وهناخدها بس واحدة واحدة. وانت تقدر بعد كده ان شاء الله مستقبلا لما ناخد الاو بي هتقدر انت تعمل لنفسك داتا تايب. هتعمل كلاس في داتا، يعني الكلاس ده ممكن انت يكون بالنسبة لك داتا تايب تخزن فيه. تعمل كلاس ليوزر، اليوزر ده يكون ليه سن واسمه وعمر وهكذا حاجات كتير ودرجة والمرحلة العلمية. بس خلينا بقى لو خدنا كل ده وجينا نفصفص الحاجات دي شوية كده، هتلاقي إن أنواع برضو الداتا تايبس الأساسية هي الآتي: إذا كان رقم أو حرف أو بوليان، يعني أيوة يا لأ، أو كلمة والكلمة اللي هي سترينج لسه ما خدناش في الداتا تايب دي. إن شاء الله هتبقى في الدرس اللي بعد كده، عشان إيه؟ نطول معاه شوية إن شاء الله. احنا كده عرفنا ليه بنستخدم الداتا تايب، عرفنا ان في داتا تايبس تانية، لكن دول البريمتيف داتا تايبس الاساسيين فقط. وان شاء الله بقى في الفيديو الجاي هنبدأ نعرف ازاي نعرف متغير ونديله قيمة ونطبعه. اوكي، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.